تخيل إنك لقيت كنز قيمته تخليك تبيع كل اللي تملكه وإنت في قمة الفرح. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفع. أهلا بيك في المنيو. النهاردة هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت، وهنكشف لك كنز حقيقي من كتاب من فرحنا للكاتب جون بايبر. الكتاب ده بيبدأ بمثل بسيط لكن عميق: ملكوت السماوات زي كنز مخفي في حقل، لما شخص بيلقاه من شدة فرحه بيبيع كل حاجة عشان يشتري الحقل ده. الفكرة هنا إن الكنز ده هو المسيح نفسه اللي قيمته أكبر بكتير من أي حاجة في الدنيا. يعني الفرح ده هو الدافع لكل التغيير ده؟ بالظبط. الكتاب بيوضح إن طريق اتباع المسيح مش سهل، ده بيتطلب منك تنكر ذاتك وتشيل صليبك وتجاهد ضد إغراءات الحياة زي المال ومديح الناس عشان تدخل من الباب الضيق. بس الفرح فين في الطريق الصعب ده؟ الطريق الصعب ده مش طريق بلا فرح. الفرح الحقيقي بالمسيح هو اللي بيدينا القوة نجاهد ونستمر، لأن المسيح بيوعد إنه دايماً معانا ومساعدتنا مضمونة. يعني جهاد بفرح وبقوة من المسيح نفسه، ده رائع. الكتاب ده بيعلمك إزاي تفوز بالفرح الحقيقي وتجاهد في الحياة بقوة المسيح اللي بتساعدك. عشان تتعمق أكتر، الكتاب فيه فصول زي إلى المسيح ليس سهلا القدوم، بيوريك ليه القدوم للمسيح تحدي، وفصل المسيح طريق صعب اتباعه بيشرح تكلفة اتباعه. أما الطريق صعب ولكنه ليس بلا فرح، فبيأكد إن الفرح موجود في أصعب الظروف. وهتتعلم عن أن تجتهد لدخول الباب الضيق، وكمان فرحنا بالمسيح يقوي اجتهادنا. هتلاقي مصدر الكتاب ورابط أداة ال AI اللي ممكن تسألها عن أي جزء فيه في وصف الحلقة. قولوا لنا في التعليقات، تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك ياريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.